وظيفة مهمة مطلوبة في شغل تشتغل. لو انت فيها مميز، لو انت فيها شاطر هتشتغل. خليك متميز، خلي عندك سكيل انت بتعملها احسن من غيرك. قالوا لي نقدم في اسنان ونطلع سوا نغير دراستي بالانجليزي، موادي بالانجليزي، مدرسين بالانجليزي. تشتغل على انك تبني لنفسك سكيل انت فعلا فيها متميز. انزل شغل. لازم تنزل شغل. تنزل حتى لو مش في مجالك، انزل شغل. لو انت بتسعى وبتشتغل وبتجتهد فانت هيكون ليك مكان عالي. لو انت بتعملها احسن من غيرك وبتبين قدامك انك بتعرف، او على الاقل بتعرف تعملها كويس جدا زيك زي الناس اللي بيعملوها كويس، فانت كده كده هتشتغل. طالما في غربة مشوار الطب مش سهل. هتيجي تدرس، هتيجي تتعلم، عايز تتعلم. انت مش بتسافر عشان تاخد شهاده، بس تتعلم حاجات كتير، تقابل ناس، تتعلم لغه جديده، بلد جديده. تقدم حاجة ايه انت بجد شاطر فيها، ساعتها هتشتغل. اهلا وسهلا بيكم في اول حلقه من بودكاست الغربه. انا محمد الطعم، مصنع محتوى في روسيا. النهارده بنتكلم عن رحله اللي ناس كتيره بتتكلم عليها، ناس خرجت من مصر. طب هو نجحوا ازاي، عاشوا ازاي، هل الغربه سهله، هل الغربه صعبه؟ النهارده هنتكلم عن الرحله دي. النهارده معانا ضيف هو قصه شاب ملهم لناس كتيره جدا. معانا دكتور عمر صبحي، خريج كازان الفيدراليه ومن اصعب الجامعات في كازان. اهلا بيك. اهلا بك. عامل ايه؟ حبيبي. ربكم يكون بخير. تمام. قول لنا بقى، ليه اخترت روسيا؟ الطريق كده من البدايه، من عارف انت لو من اول الثانويه بقى. والله انا يعني لحد لما مش وانا بدرس في الثانويه، لحد لما خلصت الثانويه وانا ما كانش في دماغي يعني موضوع روسيا، ما كانش معروف اصلا ايامها ولا كنت حاطط، ما كانش البلان يعني ان انا اسافر خالص، ولا ان انا اطلع حتى بره مصر اصلا، مش روسيا عموما حتى. بس بعد لما خلصت وقت تقديمات بعد الثانويه، تقديمات الجامعات وكده، اتنين صحابي قالوا لي على موضوع روسيا ان احنا نقدر نقدم، وساعتها ساعتها بقى تروحوا بقى روسيا وفي تقديم وكده. كنا بنقدم. وقالوا لي نقدم في أسنان ونطلع سوا نغير. بس هو انت اصلا كنت ساعتها لما انت في مصر كنت جايب مجموع اسنان ولا لا؟ أنا كان 93. كنت ما شاء الله. أي جامعة خاصة كنت أقدر أدخلها يعني. كنت بقدم وكنت كده كان مقبول في كذا جامعة من غير أسامي. كنت مقبول في جامعتين. ممكن يحطوا عليك حقوق. ايوه، ما ينفعش. كنت مقبول في جامعتين في مصر. بس لقيت مثلا صحابك غيروا، قال لك مثلا احنا هنروح اسنان، فانت اخترت خلاص انا هختار مثلا اسنان اسافر بره، صح؟ بعد كده هم اقنعوني. انا رحت وسالت في المركز الثقافي الروسي ساعتها. اللي هو في الدق ده. قالوا لي انا اقدم لك الورق، وما كنتش عارف ايه كازان ولا ايه روسيا. كل معلوماتي عن روسيا كانت هو روسيا تلج وموسكو يعني، اكتر من كده ما فيش. طب اشمعنى بقى يعني انت اصلا اخترت روسيا خلاص، طب جه بقى اختيار مثلا، عارف انت في ناس اللي هو ايه، طب هو اللي هو انت مثلا قدمت مثلا ازاي، طب اللي هو بيقول لك اشمعنى اخترت اسنان في روسيا، ليه مثلا مش بلد تاني؟ في ناس كده بتقول كده مثلا، طب اشمعنى اروح ادرس اسنان في روسيا؟ هو انا لما عرضوا عليا صحابي على موضوع روسيا، رحت سالت، لقيت ان الموضوع في ورق وميسر يعني، مش صعب جامد. اوقات ايامها ما كانش فيه هنا كمان لسه لا اجانب كتير ولا مصريين كتير ولا حاجه. سالت وكان هنا كل اللي اعرفهم مثلا واحد او اتنين، وكانوا يعني لما كلمتهم وسالتهم كانوا اقنعوني يعني ان الحياه كويسه كحياه، كاسلوب حياه، كجامعات دي طبعا. الجامعات كانت كتيرة جدا طبعا. تختلف جدا، جامعه مدينه عن مدينه طبعا، كليه عن كليه تختلف خالص. بس ساعتها يعني حتى صاحبي اللي اقنعني ان احنا نسافر، يعني هو في الاخر ما رجع سحب ورقه. وانا لوحدي انا كملت في الورق وقلت خلاص هاخد القرار كده كده، انا اتكلت على الله سافرت. لما جيت قدمت كنت قدمت عن في 2016 ساعتها، اول 2016. قبل 2016 كان عن طريق مركز الثقافة، صح؟ لحقت اخر 5-6 شهور في السنه التحضيريه. ما شاء الله. بس 5 شهور اخدتهم، وبعد كده قدمت على الاسنان الكليه. انت من الاول كان عندك هدف اللي هو اصلا كاسنان، ولا هو اشمعنى جت اسنان؟ ليه مش بقى؟ لا انا كنت مقدم اصلا في مصر لما خلصت ثانويه، كنت مقدم اسنان. يعني هو الحلم كان اصلا اسنان، لو انا كده هطلع وابقى دكتور اسنان ان شاء الله. طب اشمعنى مثلا كان اسنان ليه مثلا مش بشري؟ في ناس كانت بتسال. لا ما هو اللي هو انا كده بفكر ان لا، كنت دايما بفكر ان البشري فعلا محتاج مجهود جبار جدا جدا عن مجهود الاسنان يعني. الحقيقه فعلا في انك تبدا شغل، وانك تخلص دراستك، وانك توصل في شغلك بعد كده في مكانه كويسه، ده محتاجه وقت ومجهود قوي جدا في بشري. انا مش عارف مش هنلعب المشوار ده يا جدعان. لا وغير كده دراسيا مش سهله يعني. دراسيا هي اصلا صعبه جدا. اذا كان اسنان اذا كان بشري، الموضوع مش بسيط خالص. بس
بشري موضوع كبير، وانا ما كانش هو ده هدفي يعني، بس كان هو ده. انا مش بتاع بشر. مش هفضل في لا، ما كنتش في دماغي ان انا افضل حياتي في المستشفيات يعني. ايوه. طب السؤال بقى الاهم، ليه بقى الجامعه اشمعنى كازان الفيدراليه؟ طبعا كل الناس عارفه لما الناس تيجي روسيا تيجي سيره كازان الفيدراليه، ده جامعه صعبه جدا، ده مش عارفه ايه اللي هو فاهم انتوا. الموضوع صعب. الموضوع فعلا كان صعب. اشمعنى كان كازان الفيدراليه مش كان كازان الطبيه؟ هو وانا بقدم من مصر امم قالوا لي ان احنا هنقدم لك على الجامعه دي. انا مش عارف اصلا ايه كازان، ايه تتارستان. فاهم، انا بس سمعت ان هي كازان عاصمه ثالثه في روسيا، مدينه كويسه، الرانك في الجامعه عالي كويس، معترف بيها ايامها قبل الحرب، معترف بيها اوروبيا كدول كامله، شهاداتها المعادله بتاعتها سهله، وفي مصر مركز الاعلى للجامعات عندنا احنا معترف بيها. ف خلاص، ما يعني قلت تمام طالما الموضوع موثوق منه، خلاص قدمت واتكلت على الله. ساعتها جيت كذا، وكانت شوية حتى في المصاريف أقل شوية من موسكو. موسكو كانت عالية جدا، كانت الضعف في مصر. وفي نفس الوقت مش وفي نفس الوقت يعني المستوى كويس جدا، والمدينة مستواها كويس جدا، ومش بنفس المدن مصر الثانيه، مختلفة. او مثلا مصاريف موسكو مقارنه بالعاصمه يعني. بالظبط. ايوه. هم كانوا بيقولوا عليها عاصمة برضه، عاصمة الثقافة وعاصمة الرياضة مم. في روسيا يعني. لما انت جيت واي بقى طالب بيجي مثلا، عارف انت اللي هو في اول سنه بتواجهه، عارف انت صعوبات تحديات كبيره، اللي هو هعيش ازاي مثلا، هتأقلم ازاي، اللي هو عارف انت اللي هو واجهت الرحله كلها، اللي هو من تحضيري مثلا عملت ايه. طب انا هخش السكن الجامعي مش هخش، اللي هو عارف انت اللي هو حياه بير في كورس كده، اللي هو ايه بقى فاهم، هي دي. هو أنا جيت وأعتقد زي كل الناس يعني، حتى إحنا ما بنعرفش نقرأ روسي. طبعا كلنا كده. ايه، مش موجود. مفيش حتى قرايه، مفيش الفابت، مفيش حروف، ما صفر. ايوه. بس بدأنا بالسنة التحضيري. صعب طبعا. او انا اول ما جيت كمان ما كانش فيه زي دلوقتي اجانب كتير، كمصريين يعني ما كانش فيه اول كانوا قليلين سنتين بس جداً. على الاقل. كانوا قليلين جدا، يتعدوا فعلا، كانوا معروفين يعني. بالظبط. في واحد كذا وفي واحد كذا وفي هم واحد دول كذا. المصريين. هم دول طلعوا الاجانب في جامعة الجامعه. كذا، هم اسمين ثلاثة في جامعة كذا، ده اسمين حقيقة، ثلاثة، صح. فاهم. وكانت ناس يعني كويسة الحمد لله، كانت ناس ايوه. سايبة عننا سمعة كويسة جدا، وكانت ناس يعني واخدة مركزها ومواضيعها يعني. مم. بس فأول سنة طبعا صعبة جدا. طب اي حد مثلا بيجي فبيقول لك مثلا ايه، انا هدرس مثلا هدرس طب اسنان او طب بشري بالانجلش، فانا مش محتاج الروسي في حاجه. فعايزين بقى يعني فاهم رد على الحته دي، عشان انا يعني. هو أول رد أنت يعني الرد هو سؤال ردد نفسه، أنت عايش فين؟ بالظبط. أنت عايش فين؟ هتاكل إزاي؟ هتشرب إزاي؟ هتركب مواصلاتك إزاي؟ هتروح إزاي؟ هترجع؟ هتتعامل مع الناس؟ حتى في الشغل يعني، أنت يوم ما في الشغل خلصت سنة أولى مثلا، نزلوك براكتس، نزلوك في مستشفى ولا في عيادة، هتروح تتعامل ازاي لما تنزل البراكتس ده، وتقف تتكلم مع الدكاترة اللي شغالة ازاي، اللي بتعلمك، تتكلم مع المرضى ازاي، تفهمهم ازاي عشان تتعلم. كل ده الحياة بالروسي. صح. انت في بلدهم. بالظبط، انت في بلدهم، فلازم. ده بجد اكتر حاجه بقعد اقولها للناس، صاحبي يجي يخش يكلمني فانا بقول له ايه، انت لازم كده كده تتعلم روسي حتى لو بتدرس بالانجلش، لان انت كده كده في بلدهم، وبعدين انت ربنا كرمك مثلا تشتغل او انت كده كده محتاج الروسي. بيقول لك لا انا كده بدرس بالانجلش. هو انت 100% محتاج الروسي طبعا، بس انت ممكن برضو مثلا على حسب انت هدفك ايه. الشخص مثلا اللي هدفه هو بس منتظر ياخد الشهادة وينزل مثلا يرجع، فهو فعلا اللغة الروسية الطبية مش محتاجها مثلا. هو عشان هياخد الشهادة ويرجع ويتعامل بقى مع ينزل مصر بقى يعادل بالظبط. يشتغل كان في القصه دي. مصر هيعادل إذا كان في بلد تانية على حسب البلد اللي هيروحها. مم. لكن حتى عشان تتعلم توصل إنك لحد لما تتخرج تتعلم وتنزل براكتس وتستفاد بالبراكتس اللي هتنزله، وتستفاد عايش هنا، تستفاد دخلت عيادة، رحت وقفت مع دكتور، تتعلم. حتى الدكاترة في الجامعة، مدرسين، ما هم برضو يعني، انت لو هتطلب تدرس بالانجليزي هو روسي اصلا. هي روسية. هي هو روسي او روسي اللي بيدرس لك صباح الفل يعني. بالظبط، هتلاقيها اصلا في النص عشان توصل لك المعلومة كويس قوي عايزة تقولها بالروسي، فاهم، فسيبها تقولها وانت هتاخد المعلومة، فاهم، لو انت بتفهم روسي عشان تمشي الدنيا يعني. دي حقيقة فعلا. طب في حاجة تانية بقى، كله بيقول إن اللغة الروسية هي صعبة جدا، فده كده حاجة كلنا عارفينها. إيه مثلا اللي خلاك مثلا أول 6 شهور، أنت بتقول دي في آخر 6 شهور باين اللي هو كان قبل بيلفي كورس،
فايه بقى اللي خلاك يعني تبقى ما شاء الله مثلا كويس في الروسي، وايه اللي خلاك اللي انت مثلا تتعلم او كده، عارف اللي هو تيبس وتريكس كده؟ زي اي لغه في الدنيا البراكتس. البراكتس اهم حاجه. انك تتعامل مع اهل البلد ده رقم واحد. اهل البلد الناس الروس انك تتعامل معاهم او يعني لغتهم الرسميه الام الروسي. بس هي انا اللي علمني ان انا كنت بنزل وقت مع الدراسه مع الجامعه. خلصت سنه ثالثه ونزلت مساعد دكتور، ومن بعد سنه ثالثه مع الدكاتره كلهم روس اكيد في طبعا. العياده، وسط روس المرضى روس دكاتره روس. دي اكتر شيء لان انا كمان الدراسه كانت بالانجليزي. ايوه صح صح. فان انا كل الاريا اللي حواليك روسيا لازم اتعلم روسي. دراستي بالانجليزي، موادي بالانجليزي، مدرسين بالانجليزي، بتعامل معاهم الجروب كامل اجانب، ما حدش فيهم بيتكلم روسي زي فانت لو سبت نفسك كده طبعا مش هتتعلم. ايوه صح. بس فانا ان انا انزل شغل، هو ده انزل شغل. لازم تنزل شغل، تنزل حتى لو مش في مجالك انزل شغل تتعلم كده كده، لان لازم طول ما انت في احتكاك بيهم فانت كده كده طبيعي هتحتاج. فمش لازم مجالك عشان تاخد، يعني انا بتكلم عن مجال انا كاسنان بالظبط. لكن مش كل الناس اللي جت هنا مش كله، ايوه مش كله بيستر. انزل اي شغل. يعني يا اما لو انت علاقتك في ما فيش مثلا جروب روسي، ما فيش صحاب روس، انزل شغل عشان تجبر نفسك، لان خلاص ساعتها لازم تتعامل مع بالروسي. بالظبط. هتطلع كمية كلمات وكمية معلومات وكمية خبرة هتاخدها. خلاص هتبقى انت كده في الحياة. هو ده الاوبشن اللي قدامك كده تحتاج له لازم ايه؟ تعيش بالروسي. هو فعلا هو البراكتس هو اللي بيفرق مع الناس كلها، دي اكتر فعلا حاجه كله قالها. طبعا. في حاجه بقى تانية كان كله بقى بيسالها، او كله مثلا اول يجي يكلمني يسالني يقول لي ايه، انا اول ما اجي اول 5 6 شهور او اول ما اجي على روسيا انا مثلا عايز اشتغل، فانا بقول له لا، بقول له مثلا الاول اقعد مثلا خد السنه التحضيري على الاقل لحد بير في كورس، اتعلم اللي هو بعد كده اشتغل. يقول لك لا انا هشتغل. ما فيش شغل، ما فيش خبرة، ما فيش اي حاجه، انت صفر استفادة من غير اللغة. بالظبط. رقم واحد، عايز فعلا تكمل، مش عايز تشتغل بس شهر 2 وتقع. عايز تكمل ابتدي صح. ابتدي صح معاك، يبقى معاك اللغة طبعا. صح. مهما كان المجال هتنزل انت الناس هتفهم انت فاهم ولا مش فاهم ازاي، الناس هتثق فيك ازاي لو مش فاهماك. صح دي مش حقيقة. فاهمك. مهما كانت شغلانه بيني وبينك انا، صح. يعني هحبك ازاي في الشغل، ولا هفهمك ازاي، ولا اثق فيك ازاي. لازم تبقى بتتكلم معايا، لازم ابقى بسمعك بفهمك. فاهم؟ هو انت عايز تبدا صح، الاول اول واهم شيء اللغه. تتعلم بعد كده وانزل يا باشا البراكتس على طول. بعد كده براحتك بقى، عيش بقى انت بقى براحتك في اي مجالك. شغل بقى. بالظبط. بالظبط، ده اللي اصلا تيجي بتقول للناس، تقول له بلاش اول 6 شهور بلاش تنزل تشتغل، يقول لك لا انا هنزل اشتغل. يا ابني يا حبيبي انت مش هتتعلم حاجه، لا هو انا هنزل. ولا تحس ان هو عناد. لا هو تحس ان هو فعلا. طب انت ليه اصلا هتعمل كده؟ هو لا انا هو هنزل وهشتغل وانا هبقى زي الفل. فصباح الفل يعني. ايه اصعب مثلا المواقف او الصعوبات اللي واجهتك مثلا اثناء الدراسه؟ اثناء الدراسه او لحد الان. هي جامعتنا كانت صعبه كدراسيا يعني. دراسيا كانت كدراسيا كانت جامعه صعبه جدا. لو حسبت احنا دخلنا سنه اولى كام طالب؟ كل جروب لو 20 19 20 كنا في حدود 40 طالب. 40 طالب ايه؟ احنا متخرجين 8. خبر جدا. ليه كده؟ باقي كله اتفصل على كله طول صح؟ فصل. كان الموضوع كان صعب، اول سنتين كانوا صعبين. طب هو ايه الصعب تحديدا مثلا في كازان الفيدراليه؟ كله بيسمع كازان الفيدراليه بيتخض قوي. هو سبب ان الفصل الكتير مش ما فيش اي يعني مش بيعدوا لك اي حاجه. اول سنتين بالذات هم لما يعني بيحبوا يفصلوا. طب هو الفصل ده مثلا بيبقى الفصل في جامعه كازان الفيدراليه بيبقى مش بسبب الطالب، مش بسبب الطالب، مش تقصير من الطالب. يعني هو مش تقصير من الطالب، يعني هو بتبقى جامعه متعمده ده. بالظبط. الموضوع كان صعب يعني. يعني هو اللي هو كان كده انت 40 طالب، انت اصلا طلاب اجانب بتاعنا نفسهم كده لازم 3/4 يمشي. اللي هو تالت يعني هو بجد. اه. فعلا كان في ناس كتيره بسمعوا بيقول كده، بس انا اللي هو انتوا ايه طيب؟ لا في ناس فعلا عملت اللي عليها جامد. برضه هي مش هو كان كده نظام، معرفش السيستم دلوقتي عامل ازاي في الجامعه. ممكن يبقى الموضوع ابسط، ممكن يبقى الموضوع ابسط. ايوه صح. أسهل. بس هو كان سيستم كده في الامتحانات. تدخل يا اما 100% يا اما صفر. يعني مثلا احنا الامتحانات هنا كلها انت عارف لجنه ايوه بالظبط. ايوه تدخل فيبقى مثلا خدت ورقه اسئله مثلا 4 اسئله، مثلا لو جاوبت على 3 اسئله ونص انت كده خلاص انت صفر. فانت لازم تجيب 100% عشان تنجح. فهو كان السيستم غريب شويه.
كانش في انك تنجح ب 70% 80%. لا ما فيش الاوبشن ده. لا، يا 100% يا صفر. بس يعني لو انت كنت كدراسيا يعني الموضوع كان مش سهل. طب وسط الاجواء والضغط بتاع الدراسه وضغط مثلا كل حاجه، كنت انت بتتعامل مع الموضوع ده ازاي؟ بيبقى في طلاب كتير، عارف انت اللي هو بيبقى رهيف ده كده، او هو مثلا عارف ضغط الدراسه وجامعه بتضغط، مش شرط كزان فيدراليه بس عامه. هو كان واحد جاي غربه مثلا، مش شرط برضه تحديدا روسيا، كان ايه مثلا الحاجه اللي انت خليتك تعدي مثلا ده، او اللي كان تهون عليك الموضوع ده؟ مفيش بقى، هو انت مجرد بتبقى عامل اللي عليك. هعمل اكتر من كده ايه؟ صح. بس تبقى عملت اللي عليك. فانت ليه تضغط نفسك اصلا؟ القلق هيفيدني، يعني القلق هينجحني، القلق بالعكس هيخلي المشكله مشكلتي. صح، هيزود الموضوع اكتر. إذا هبقى عندي موضوع الدراسة مثلا ولا التعافي وزيادة عليها القلق، ولا مشكلة نفسية ولا مشكلة صحية. أنا كنت دايما طول عمري يعني أي مشكلة أدخل فيها أنا بعمل اللي عليا. خلاص لو لسه الناحية التانية بقى بتاعت النتيجة دي بقى خلاص بتاعت ربنا ساعتها عارف العيله اللي تيجي دي بتاعتكم بقى. بالظبط. طب اكتر سؤال بيتسأل، هل مستقبل طب اسنان، يعني ايه رايك في مستقبل طب اسنان كهنا في روسيا؟ في ناس كده يقول لك الطب في روسيا مثلا، او مثلا يقولوا بشكل عام الطب في روسيا ده ملوش مستقبل، الدراسه في روسيا دي اصلا الناس الفاشلين اللي جايب من 50% بيسافر اصلا روسيا، إيه مش عارفه ايه انتوا اصلا هناك كده، اللي هو بلا 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 الكلام ده كله. أنا ما أقدرش أتكلم عن الدراسة عموما. احنا بنتكلم عن خبرتي في مجالها. انا بتكلم كمجالك. شغلانتي. كشغلانتك انت. طب أسنان مش بشري حتى. بشري أصعب، المشوار فيه أصعب طبعا. مفيش مقارنة، وأطول طبعا. ومش سهل. طالما في غربة مشوار الطب مش سهل. طبعا. بس كأسنان، طب أسنان في العالم كله أنا يعني بعتبره يعني نفس المستقبل. هو هي وظيفة مهمة مطلوبة. طبعا. في شغل هتشتغل لو أنت فيها مميز، لو أنت فيها شاطر هتشتغل في العالم كله. في روسيا بقى، مش في روسيا مدينة إيه بلد إيه، مش هتفرق. هي وظيفة وليها زي أي وظيفة ليها كذا كاتيجوري. بالظبط، هي يعني سلالم او ستيبس. بالظبط، لو خدت السلم الوظيفي كله من أوله فأنت تقدر تاخد خطوة خطوة كل فترة تعلي نفسك في المجال عامة يعني. المجال بتاعك بالظبط. طب هل بعد ما الطالب مثلا بيتخرج هنا مثلا من طب اسنان زي ما انت اتخرجت من كازان فيدراليه، هل الجامعه مثلا كانت بتوفر، يعني الجامعه كانت بتوفر تدريب؟ دي حاجه اظن انا عارف ان هم كانوا بيوفروا تدريب. هل بعد ما بتتخرج بقى هم كانوا مثلا بيوفروا فرص شغل او كده ولا؟ لا، لازم اعتماد كليا كشغل وكبراكتس وكأنك تشتغل بإيدك. اعتماد كامل متكامل على نفسك. على الطالب كامل متكامل. حتى البراكتس اللي بينزلوه لك سنة تالتة رابعة خمسة ينزلوك براكتس. أولا أنت لو معكش لغة مش هتستفاد حاجة. يعني أنت مش بتنزل مع الدكاترة اللي معاك في الجامعة اللي بيدرسوك مثلا بالإنجليزي. لو أنت بتدرس بالإنجليزي أنت بينزلوك في مستشفى روسي، عيادة خاصة، عيادة حكومة، عيادة حكومة، مستشفى حكومة. أنت مستشفى شغالة فيها دكاترة روس، فيها مرضى روس بس. حد يتكلم انجليزي ده. أنت أولا لو مش فاهم فأنت مش هتستفاد حاجة كلغة يعني. يعني اول حاجه اللغه رقم واحد. تمام. طبعا. رقم اتنين أنت تعلم نفسك بنفسك. تعلم نفسك بنفسك، تحسس الدكتور اللي أنت نزلت مثلا لو نزلوك هنا. ما فيش زي مصر إجباري إنك تسلم. في عندنا يعني في بلادنا التعليم هو كده انت تعليم لازم قوي. هتسلم في تعليم ميدترم قوي. وفي مش عارفه ايه، ولازم تسلم الشيتس ومش عارفه انت ايه. كده لا لازم تعدي يعني. كمجالي مثلا كمجالي الطالب في مصر لازم ما بيتخرجش غير لما بيبقى سلم حالات مثلا في مجال علاج العصب مثلا. سلم 20 حالة في مجال التركيبات مثلا، سلم 20 حالة في مجال علاج الحشوات، سلم 20 حالة في مجال مش عارف ايه. فبيبقى لازم يبقوا معدينه على كل التخصصات، بيشتغلها بإيده ويجيبوا حالات وبيشتغلوا وهم لسه طلاب. يوم ما بيتخرج يبقى خلاص عنده خبرة، على الأقل خبرة إكلينيكية يعني. اللي هو كان في المجال عامة. هنا الخطوة دي مش موجودة. هنا بينزلوك بس أنت تقف. لو أنت ما فهمتش الدكتور اللي أنت نازل معاه براكتس إن أنت متحمس وإن أنت مستعد وإن أنت عايز تتعلم وتقنعه إن أنت فاهم وعشان يخليك تشتغل بإيدك، فما حدش هيخليك تشتغل. لازم تبقى حرك من الآخر. هتتخرج وأنت طبعا ما لمستش مريض بإيدك، وهتبقى تبدأ من الصفر بعدها. هي اللي هو انت كأن انت ما عملتش اصلا يعتبر اي حاجه. هيبقى معاك نظري كويس بس الكلية 50% نظري 50% عملي. يعني لازم شغل براكتس
طب هل خطوة الشغل بعد التخرج كله بيقول مثلا هنا في روسيا الأولوية بقى للروس ومش عارفة إيه وما بيشغلوش أجانب وكده والكلام ده. وحتى من فترة كنت أنا عملت فيديو عندي على الانستجرام فقعد يقول لك إيه أصلا ده هما ما بيدوش أولوية للأجانب وهو الأولوية للروس ومش عارفة إيه والكلام ده. ايه الموضوع؟ تشوف انت لو شاطر امم بس لازم تبقى فعلا متميز. ما انا لازم تبقى فعلا متميز. لازم تكون متميز في مجالك. قدم حاجة ايه انت بجد شاطر فيها، ساعتها هتشتغلها مهما كان. هو اللي حتى لو حد قال كده، حتى لو هي ماشية، فهو كده كده ده طبيعي. انت عند واحد في بلده في بيته، هو عايز هو يشتغل، هيسيبك تشتغل مكانه. هو في بلده في بيته وسط ناس عايزين يشتغلوا، انت ازاي تنسى تشتغل مكانه؟ هو الموضوع محتاج منك دبل مجهود يعني. مش مش سهل. بس هو المقصد العام ان عامة لو انت بتسعى وبتشتغل وبتجتهد فانت هيكون ليك مكان عالي. انت بتجتهد ده رقم واحد. ده رقم اتنين، فعلا خليك متميز، خلي عندك سكيل انت بتعملها احسن من غيرك. مم. بس لو انت بتعملها احسن من غيرك وبتبين قدامك انك تعرف، او على الاقل بتعرف تعملها كويس جدا زيك زي الناس اللي بيعملوها كويس، انت كده كده هتشتغل. مهما كان السوق بتاع مجالك فيه ناس عاملة ازاي، مهما كان فيه ناس قوية جدا، لو انت بقى بتقدم الخدمة بشكل كويس جدا وبتعرف تعملها حلو وشاطر فيها، هتشتغل يجي لك ناس مرضى، زباين هيجيلك ناس وحاجات عندك مرضى. مجالك بقى. بالظبط على حسب مجالك. زباين مرضى. بالظبط. طب بالنسبة لو يعني دلوقتي مثلا احنا هنتكلم في مثلا تو اوبشنز مثلا كطب اسنان هنا في روسيا المرتبات لو انا هشتغل حكومي او خاص هل المرتبات عامة بشكل عام كويسة في المجال؟ كمجال انا هو كمجال طب اسنان. هو ده واحد في العالم كله، مم. حسب تشتغل فين. عيادة حكومة، عيادة خاصة، شغال في أنهي، زي هنا أي أنهي ريون يعني. بالظبط انهي منطقة يعني أنهي كاتيجوري الناس. المنطقة والناس أنت تتعامل معاها تختلف طبعا. يعني في شغلك في عيادة حكومة مش نفس مرتب شغلك في عيادة خاصة بس في ريون بعيد مثلا عن السنتر شوية، مش جديد، مش غير عن شغلك في قلب السنتر في ريون عالي مع كاتيجوري مرضى عاليين. المجال على حسب فيه ده وده وده طبعا، على حسب انت فاتح فين وبتتعامل مع مين والمرضى بتاعتك من انهي طبقة يعني. طب هل عامة بشكل عام المرتبات بتاع طب أسنان هنا في روسيا كويسة؟ ده بشكل عام يعني هي كويسة ولا لأ؟ في ناس كده بتسأل هو مثلا طب هو المرتبات كويسة مش كويسة هو مش عارف هو فاهم فالناس كده بتسأل طب ممكن يكون المرتب كويس مش كويس أصلا مش تاخد فلوس مش عارفة إيه كده. ده اللي هو الناس بتقعد تتكلم فيه أو الفترة الأخيرة كنت أنا هو في حرفيا فيديوهين كان عن طب أسنان طب بشري الناس ده ما في شغل المرتبات ضعيفة المرتبات تعبانة فهو عارف انت كده بس اهم حاجة ان في مرتبات كويسة بشكل عام. طب بشكل عام طبعا الحمد لله مرتبات كويس تكفيك انك تعيش هنا كويس. انت بتحسبها ازاي يعني المرتب كويس او مش كويس؟ بالظبط هو ان بتختلف من مثلا شخص ان للتاني. هو مثلا يكفيك كانك تأجر شقة مثلا، كانك تعيش، كانك تحوش مش بس اللي جاي على قد اللي رايح، كانك تكون نفسك يعني مثلا. فهمتك ايوه صح. انت بتحسبها ازاي؟ هو على حسب كل واحد انت بتفكر فيها والفلوس اللي جايه انت بتعمل فيها ايه. بس على حسب انت متطلباتك قد ايه. بالظبط فاهم. هو لو ان انت كده يخليك تعيش كويس طبعا. اوكي. انك تعيش هنا مرتاح كويس. يعني لو انا مثلا دلوقتي كمحمد انا مثلا جاي وانا دخلت طب اسنان وانا جيت سالت قلت لك مثلا يا عمر انا عايز ابقى متميز في اسنان ايه اللي اعمله من سنه اولى لحد ما اتخرج عشان بحيث ان انا ان شاء الله ابقى متميز وبعد ما اتخرج اشتغل. ده سؤال مفتوح جدا. من سنه اولى وطول فتره الدراسه يعني هو ولما اتخرج وبعد ما اتخرج مفيش رد واحد يعني. ما هو من سنه اولى لحد التخرج اللي هو لحد التخرج. اه لحد التخرج اولى وثانيه وثالثه كمان. تركز جدا في الدراسه كدراسه نظر بس. تركز كدراسه يعني كدراسه نظر انك تحط في دماغك بيز للمعلومات، تحط ان خلاص انت مش عشان من يوم ما تنزل من بعد سنه ثالثه مثلا يوم ما تبتدي تنزل براكتس فهتشوف الحاجه، هتشوفها مره واثنين وثلاثه وعشرة وهتقدر بعد كده انك تعملها. لو واقف مثلا مساعد مع الدكتور ونزلت كل يوم وباصص عليه، ما انت من كتر ما انت شفت اللي انت هتقدر. بس ساعتها
لو انت مش فاهم يبقى الموضوع مش تبقى دكتور، هتبقى الموضوع كصنعة اللي هو اللي انت شفته وبتعمله. فانا بقول دايما اولى وتانية وتالتة تخلي نفسك دكتور، كالمعلومات الطبية كدراسة خلاص تبقى دكتور اللي تأسس فيهم نفسك. كل المواد المهمة، كل احنا بندرس عمارة فنحط الصح، نحط الأساس من تحت بعد الأول. سنة تالتة بقى خلاص تنطلق في السوق وبراكتس، تنزل وتشوف وتتعلم وتقف. أنا اللي أنا من بعد سنة تالتة وأنا لما نزلت بس وبدأت شغل، أنا نزلت يعني بعد سنة تالتة إن شاء الله. وما سبتهوش لحد لما اتخرج. كان الموضوع مش بسيط إن أنت توفق ما بين الدراسة أكيد طبعا والشغل ده في نفس صح. الوقت، تطلع من ده تروح لده ترجع من ده. بس فضلت ما سبتوش، فضلت عشان من الشغل أنا كنت محتاج منه البراكتس، محتاج منه الشغل العملي، محتاج منه اللغة الطبية، أسمع المرضى، أسمع الشكوى، أسمع تشخيص الدكتور، أسمع فاهم. كنت محتاج منه حاجات كتير. أنا دراستي إنجليزي طبعا كنت محتاج منه حاجات كتير جدا، غير إن أصلا الشغل البراكتس الشغل العملي والمعاملة مع المرضى ده عمرك ما هتدرسه في الجامعة يعني. مستحيل أصلا تعلمه إزاي؟ بالظبط. في الجامعة هو النظري بتاخد بس نظري بس. بالظبط. أنا ما سبتوش، فضلت مكمل فيه وفضلت يعني بحاول أوفق ما بين الاتنين في نفس الوقت على قد ما أقدر، هنا وهنا وهنا وهنا. الموضوع ما كانش بسيط بس كان لازم، ليه؟ بحيث إن أنا أول ما أتخرج تشتغل. إيه تبقى أنت خلاص أنت خلاص أنت ما موافق. تاخدش بقى السنة بتاعت الخبرة الكلينيكية دي، ولا السنة اللي أنت لسه لازم تقف فيها مساعد وتفهم، وما تاخدهاش تبتديهاش بعد لما تتخرج، لا خليها في وقت الدراسة بحيث ما تتخرج جاهز. يعني بحيث ان انت تتخرج مثلا على طول تشتغل على طول، لان في السنه دي بتبقى انت المفروض تاخدها تبقى زي مثلا جاهز. بحيث ان انت تبقى جاهز على طول، ما تحتاجش مثلا تشتغل هنا او هنا، تبقى مساعد صح؟ أيوة. يعني انت بعد ما تتخرج المفروض اصلا ان في سنه انتوا بتاخدوها اللي هو زي سنه امتياز في مصر مثلا يعني. بس هو طبعا هنا في روسيا دي مش اساسيه. انت لو قبل كده لو انت مثلا وانت بتتدرب في اللي هو في اثناء الدراسه، فانت دي لا حاجه يعني ما فيش غنى عنها صح؟ يعني انت مش محتاجها يعتبر. بعد ولا بعد مش اساسي، ده اللي انا اقصده. يعني انت بعد التخرج خلاص خلصت خدت الخبره، اشتغل عادي مفيش مشكله. بس تقدر تروح يخلوك تشتغل كدكتور على طول بنفسك في عيادات حكومة لمدة سنة. المرتب فيها مش عالي، بسيط، ولكن هو عشان بيبقوا عارفين ان انت لسه يعني بتاخد خبرتك. بس هتاخد خبرتك برضو في عيادة انت الكواليتي فيها مثلا بتاع الشغل انا مش اعلى حاجة، فانت مش هيبقى شغلك شغل الواو. بالظبط، مش هتقدم كواليتي متميز ولا فاهم. يعني هتقدم شغل اصلا لما تيجي ترجع تشتغل في العيادات الخاصه تبقى ممنوع انك هتلاقي فرق الموضوع ممنوع اصلا انك تشتغل بالطريقه دي. لان طبعا تبقى بالتكنولوجي الجديد، بالتكنيك الجديد فاهم. بس لازم كواليتي تعمل. طب وانت هل مش شايفها اصلا ان السنه دي حتى لو تشتغلها عشان بس كده تبتدي تتعامل مع المرضى وتاخد منها خبره، مش شايفها ان هي اصلا مفيده؟ يعني انها هتعلمك شغل مش احسن حاجه، لان لازم هتروح تشتغل في عياده، لازم تشتغل على السيستمز الجديده كلها عامه وبطريقه مختلفه عامه. في سؤال بقى اهم ده السؤال بقى اللي حرفيا الناس كده دايما بتساله، ايه الفرق بين الدراسه في روسيا والفرق بين الدراسه في مصر؟ اولا ما تقدرش تقول مصر كمصر وروسيا زي ما قلت لك، صعب تدرس فين تختلف 100%. مش حتى مدينه عن مدينه، في نفس المدينه تختلف جامعه عن جامعه طبعا 100%. انت لازم تقارن نفس المستوى من مصر، تجيب مثلا جامعة رقم 1 في مصر وتجيب جامعة رقم 1 في روسيا وتقارنها، ساعتها المقارنة تبقى. ايه الفرق بين الدراسة هنا والدراسة هنا؟ السؤال برضو مفتوح طبعا. طب لو جامعة مثلا كجامعات فيدرالية وسينا من الجامعات في مصر مثلا انت شايفهم بالنسبة لك في نفس الرينج، ايه الاختلاف ما بين هنا وهنا؟ او ايه مثلا الصعب هنا وايه مثلا السهل هنا، فاهم كده؟ عن وجهة نظرك. انا ما درستش في مصر، ايوه، فما اعرفش هما ماشيه ازاي في مصر، ولكن برضه كان ليا صحاب في مصر. يعني الموضوع في مصر اصعب. الدراسه في مصر اصعب، مش اصعب يعني هتدرس هتتعلم هنجبرك تتعلم. هتطلع. يعني في مصر انت يوم ما توصل سنه 5 فانت غصب عنك هيكون معاك نظري وهيكون معاك عملي، تبقى دكتور نظريا وعمليا غصب عنك. هنا لو انت مش مهتم قوي انت ممكن توصل للتخرج ومن غير عملي، لان العمل مش اجباري.
ولو انت يعني في دراستك او الجامعه ما كانتش شد عليك احسن حاجه، فانت فعلا ممكن اللي هو عادي انت اتخرجت وبس انت دكتور اسنان بس انت ما تعرفش حاجه. هتوصل للتخرج، بس انت مش احسن حاجه. ما تعرفش اصل لو المريض قاعد تحتك انت مش هتعرف تعمل اي حاجه. هي في الاول والاخر 100% 100% تعتمد على الشخص. صح. عايز تستفاد هتستفاد 100%. صح. يعني هنا برضو انا كان معايا في الجروب ناس يعني اكيد فاهم. في ناس قوية جدا في النظر يعني، وكانوا دكاترة، وانت ايه تعتمد على الطالب 100%. بالظبط. ده دايما هما بيدوك المنهج، عايز فعلا تذاكره هتذاكر، وعايز تبقى دكتور عايز تتعلم هتتعلم، عايز توصل بس للنهاية. عايز تلعب وتهق وكده عادي، بس هتلعب وتهق بس بالظبط. مش تتخرج. يعني بالظبط. كده هتتخرج بس انت بمعنى اصح مش تبقى دكتور، انت مش فاهم اي حاجه في المجال خالص. بالظبط، تبتدي بقى من الاول وجديد بعد ما تتخرج. ما تتخرج يلا تعالى تبدا بقى كورسات خارجية 5 سنين بقى يلا ندرس تبقى اسنان من الاول. تدرس من الاول. بالظبط. عشان كده انا بقول اول 3 سنين يبقى هما ال3 سنين فعلا اللي انت خليت نفسك فيهم دكتور. بعد كده تنزل بقى شغل براكتس، تنزل السوق، تنزل. يعني انت بعدها ان انت يعني توصل ان انت تتخرج فخلاص انت جاهز انت عامه لمجال سوق العمل. بالظبط. بعد التخرج هل فكرت ان انت ترجع مصر؟ هو انا عن نفسي انا ما كانش البلان ان انا اكمل في روسيا. في روسيا. كان قاعد رابعة ممكن 5 كمان، انا كنت عامل حسابي هخلص وهرجع ان شاء الله. بس هي تعتمد على بعد كده انت هدفك ايه. يعني لو انت هدفك لما تتخرج عايز تعمل ايه، ساعتها انت تشوف سنة 5 هنا واخر وقت ليك هنا هتقضي ازاي. لو انت هدفك انك لو انت كده كده راجع فخلاص راجع مصر مثلا، خلاص انت بتخلص هنا دراستك خلاص بقى انت كده مش لك شغل بقى اخد خبره ما اخدش كده كان انزل مصر فدنيتي فتمام. بالظبط. ايه مثلا نغير فكر عمر ان انا اقعد هنا واستمر هنا كاسنان اللي هو تبقى دي حياتي خلاص بقى وده مجالي وكاريري هنا وليه ما خلاص ليه لا. والله انا كنت عايز اكمل ان انا اخد تخصص هو ماجستير. الماجستير او في الجراحة. وهنا الموضوع مع الشغل اقدر اخده، يعني اقدر استمر في شغلي واقدر في نفس الوقت بتدرس الماجستير. ادرس الماجستير. مصر الموضوع اصعب. دلوقتي كانت دراسة الماجستير اصعب، وهنا كنت اقدر اوفق ان انا ما اسيبش الشغل او افضل مكمل في الشغل. ما انت ما بين الشغل وبين انا حسبتها ان انا لو خلصت، علشان انا كنت خلاص، انا زي ما قلت لك كنت اخر 2 في الجامعه كنت كده بشتغل مع دراسة. ايوه. وقت ما خلصت كنت جاهز كلغه، كان في براكتس، كشغل، كمعامله مع مرضى، كنت جاهز. فانا حسبتها ان انا فين المكان اللي هبتدي فيه اسرع الشغل. يعني انا دلوقتي يلا انا خلصت وخدت شهاده، انا لو قاعد هنا خلاص انا بدات شغل وهكمل شغل. خلاص انا اوريدي خلاص انت في قلب المصنع بالظبط، في المجال، في السوق، في قلب في المجال، الشغل شغال مش هعطل. بالظبط. طب لو هنزل مصر اجباري سنه امتياز تاخد لك نص سنه تخلص ورق عشان خاطر بس تعادل الشهاده. ايوه. اول ما تخلصها تستنى تاخد سنه الامتياز برضو، كل ده وقت. كل ده وقت طبعا. سنة ومعادلة شهادة، بعد كده سنة امتياز، بعد كده سنة جيش. صح. بتتكلم 3 سنين غالبا. بتتكلم في إن أنا عشان أبدأ شغل هيكون مش أقل من 3 سنين عشان بس أبدأ، عشان بس تبدأ لسه. فأنا كنت خلاص في الشغل في السوق، اخترت اللي هو كان الطريق. فاخترت مجرد فين المكان اللي أنت شغال فيه هو ده المكان اللي أنت كملت فيه. بالظبط صح. ده ما يمنعش إن لازم كده كده انت كده هتنزل وهترجع ماشي 100%. هو كده حاجه حلوه بس هو عارف في كنت عايز اوصل ناخد خبره اسرع، عايز اوصل ان انا اتقدم واعمل شغل كويس واقدم شغل كويس واتعلم وان انا اخد خطوه في مجالي كنت عايز اوصل فيه اسرع. فقارنت انهي مكان اللي اوريدي بدات هنا اوريدي شغال هنا، فليه انزل ارجع ابدا لسه عيد اصبر الموضوع من الاول 2 عشان خاطر ارجع ابدا تاني. نصيحتك لو حد يعني عايز يسافر يدرس بره مصر مش كروسيا كعامة تقول له ايه مثلا؟ او تنصح يسافر ما يسافرش، ولا ايه المعايير مثلا اسافر طب لا ما اسافرش طب اقعد في بلدي ما اقعدش؟ السؤال كغربة كغربة ليه مش كدراسة. بالظبط. سؤال مفتوح مش بلد ولا ايه، سؤال كغربة بالظبط. الغربة مفيدة
يعني تحبها ما تحبهاش، صعبة سهلة برضه مفيدة. 100% هتتعلم، 100% هتتعلم حاجات كتير، 100% شخصيتك بتتغير. أنا مش من 6 سنين، من 10 سنين. صح. أنا مش أنا خالص. صح. 100% شخص مختلف. غصب عنك هتعتمد على نفسك، غصب عنك هتشوف حاجات كتير جدا أنت مش شايفها غصب عنك. الحياة هتجبرك إنك الحياة هنا تجبرك إن أنت تتطور عامة يعني بشكل أو آخر. أنت كده لأن أنت في مصر كنت أغلب الناس مثلا إحنا كلنا كنا في مصر كده، لو أنت قاعد بيجيلك أكل وشرب ما بتعملش أي حاجة. فالموضوع هنا بيبقى مختلف طبعا، اختلاف شاسع. بالظبط. أنت لو في مصر فاهم إن الحياة مثلا اللي أنت عايشها في بيتك هو ده الطبيعي، فمش هو ده الطبيعي بالظبط. إن أكلك يتحضر لك، إن بيتك يتنضف لك. مش هو ده الطبيعي. الطبيعي إن هنا أنت بتيجي هنا وبتشوف إن كل حواليك أهل البلد نفسهم، الطلاب مثلا بيبقوا حواليك كلهم 18 سنة، كلهم عايشين لوحدهم، كلهم بيشتغلوا جنب الجامعة، كلهم بيصرفوا على نفسهم، كلهم عايشين في سكن مثلا جامعي، كلهم بيعملوا. لما هتلاقي إن الحياة مش الحياة مش إيزي. بالظبط مش سهل. مفيش. انت بقى غير كده، انت مش من اهل البلد، أنت أجنبي. انت 100% كده كده بالظبط. تعمل لنفسك كل حاجه. فأنت كده كده أي حد أنت عايز تسافر فأنت سافر. كده غرفة سافر طبعا، سافر انت، بتسافر خلاص. حياة، معاملتك مع الناس دي، انت تكتسب ثقافة مختلفة جدا خالص. تكتسب إذا اكتسبت لغة، صح. ده شيء طبعا مهم جدا. تفهم إن الحياة مش زي ما الناس مورياك مش ان ستاندرد. مثلا عامة اللي عايش بره ده او كده ده مرتاح ومبسوط وجميل، لا انت هنا في غربة. الناس كده بتفكر كده، اللي هو انتوا عايشين بره انتوا مبسوطين، انتوا عايشين في نعيم. الناس كلها بتفكر كده فعلا. لا طبعا. لو ليها مميزات كتير العيب اكتر. فيبقى أكتر. بتحس ان الناس هنا او كالشعب الروسي كمجتمع ساعدك ان انت تطور شخصيتك كتير، وليه؟ يعني أنا مش عايز الرد يبقى قاسي على السؤال ده، أو أقول لك مثلا لا دول مش بيساعدوا ولا. ايوه ايوه فعلا. لأن أنا ممتن للبلد وللناس، وكل حاجة أنا عملتها هنا وكل حاجة أنا وصلت لها هنا. فاهم؟ أنا حابب البلد وحابب أهل البلد ولكن لا، محدش هيساعدك، ولا حد هيبقى عايزك أصلا تسبقه في المجال، ولا حد هيبقى عايزك تعلى، ولا فاهم؟ تعالى مع نفسك وتعتمد على نفسك يعني 100%. بس هو كمجتمع عامة ساعدك ان انت كعمر طور حاجات في شخصية عمر كتير وساعدك مثلا في تفكير او في فكرة حاجات كتير. لكن هما كمجتمع ماشي هم بيساعد، بس مش اللي هو الواو بقى وابقى انا، لا مفيش. هو سؤال برضه سؤال غربة، بالظبط. مش سؤال مش سؤال كمجتمع. إيه كهنا. احنا مش شوية احنا في جمهورية تتارستان، صح. لو الناس يعني مش هم عارفين في كازان. فشوية العادات والثقافة بالنسبة لنا احنا كأجانب أسهل، وكمان كمسلمين يعني. لأن الجمهورية هنا الجمهورية مسلمة طبعا. لكن انت لو قارنت مثلا بأوروبا، قارنت بأمريكا، الناس والمعاملة مع الناس مختلفة 100%، الحياة مختلفة 100%، طبعا. العنصرية مختلفة 100%، كأجنبي كديانات ككل حاجة. الموضوع صعب، صح. صعب جدا، وهتشوف حياة تبقى أصعب بكتير. فاحنا هنا لا، هنا بالنسبة لنا كأجانب، بالنسبة لنا هنا أسهل بكتير، والناس ترحب بيك أكتر بكتير من إنك تبقى في دول أوروبا، تبقى في أمريكا، تبقى في بما إن أنت ذكرت حتة العنصرية، هل عمرك في روسيا حسيت بالعنصرية؟ هل عمرك أكيد حسيت بده؟ أكيد طبعا. أنت بتيجي مواقف، بس أنت ما تقدرش يعني تقول إن هم شعب عنصري. بالظبط. لأجل شخص واحد. بالظبط. ده اللي احنا بنتكلم فيه. هل هم كشعب هم عنصريين مثلا؟ لا مفيش الكلام. بالنسبة لكازان وتتارستان لا طبعا. بالعكس، هم كانوا يعرفوا إنك عربي مسلم يرحموا بك. مش عارف أقول لك إيه. ايوه صح. لو أنت قابلت حد أو حد مثلا قبلك وقال لك مثلا دكتور عمر أنا متردد إن أنا السنة الجاية أدرس أسنان في روسيا، فأنت هتقول له إيه؟ والله لو أنت مش هتتدلع، هتيجي تدرس، هتيجي تتعلم، عايز تتعلم بس. وأول سنتين عامل حسابك إن أنت مش بقى سبت البيت وسافرت، الموضوع صعب بقى، عايش براحتي ومحدش ماسكني، مفيش مسؤولية.
لو انت مش هتتدلع اول سنتين ثلاثه وجاي وعندك هدف، طبعا طبعا الموضوع مفيد يعني تسافر. اقول لك سافر على طول، صح؟ مش بس انت بتسافر مش بس لاجل الجامعه ولا لاجل الشهاده. صح. الغربه لوحدها كميه الفوائد يعني ما تتعدش يعني. صح. فانت بتسافر لغه، حياه، ثقافه، خبره، ناس، كل حاجه هتتعلم كتير جدا في نفس الوقت مع جنب الدراسه يعني، الشهاده اللي انت عايز توصل لها يعني. مش بس السفر، مش بس الشهاده، صح. ولكن كسفر. دي حقيقة. ده فعلا انا بقوله لكل الناس، انت لما بتيجي تسافر انت مش بتسافر عشان تاخد شهادة بس، تتعلم حاجات كتير، تقابل ناس، تتعلم لغة جديدة، بلد جديدة، بعادات وتقاليد جديدة مختلفة جدا غير اصلا بلدنا، اللي هو احنا ماشيين مثلا ب ABC، هم ماشيين هنا بحاجات تانية خالص. فلو انت بتقول ده، ففعلا بجد اي حد عايز يسافر، لا انت تعالى وسافر وكل حاجة، وخد الموضوع ان هو كتغيير شامل في الحياة، انت مش هتاخد بس شهادة طبعا. بس. ايه مثلا، إيه عارف انت، بيبقى في مثلا طلاب، فهو مثلا اول ما بيجي هنا عارف يقول لك مثلا وحده، مش عارف وقت فراغ كده. انت مثلا لما ده كان بيجي لعمر اثناء الدراسه كنت بتعمل ايه؟ او حد يعدي مثلا ده ازاي؟ انا ما كنتش بسيب نفسي اوصل اصلا مفيش اوقات فراغ. انت بتتكلم ايه يا ابني؟ اوقات فراغ ايه بس؟ يعني اول فتره كده كده انت بتبقى ما بين الجامعه، اول سنتين ثلاثه ما بين الجامعه وما بين مثلا صحابك، خروجك، حياه، اكتشاف للبلد، اكتشاف للثقافه، اكتشاف للغه، تعامل مع الناس، تبتدي تفهم ان الشخص لان هنا الناس كلها مش شبهك، مفيش حد شبهك ولا شبه ال 18 20 سنه اللي انت عشتهم في بلدك. صح. فبتبتدي تفهم ومخك يترجم ان الشخص اللي مش شبهك ده مش معناه ان هو شخص غلط، صح. معناها ان انتوا مجرد مختلفين، وان انتوا الاتنين ممكن تبقوا صح. فانت بتبتدي تخرج بس عن اللي انت اتعودت منه، تبتدي تخرج عن الحياة القديمة، تبتدي تفهم ان العالم كبير جدا، مفتوح جدا. مش الحياة اللي انت عايشها مش هي دي بس الحياة، مش هي دي الدنيا وخلصت على كده، لا. الناس عايشة وعايشة بشكل مختلف وعايشين صح مش غلط. صح. فأول سنتين ثلاثة انت ما بين الجامعة، ما بين تعرفك على الغربة تكتشف البلد عامة. بالظبط، وما بين انك تكوين صحاب، خروج عادي، تقدر تشوف وقت فراغ تشوف يعني تعمل فيه حاجة انت بتحبها مثلا. بالظبط. عندك هوبي تعملها، رياضة تلعبها، عندك حاجة بتحب تعملها من زي ما قلت لك من بعد التالتة رابعة خلاص وصلت انك قربت تتخرج، وتبتدي بقى انا انشغلت ما بين دراسة وشغل، وما كانش برضه في وقت فراغ يعني، من بس انك توفق ما بين الاتنين. بالظبط. بما ان انت قلت توفق بين الاثنين، ازاي كعمر كان بيعمل موازنة ما بين الدراسة، ما بين حياته مثلا الشخصية، ما بين الشغل، ما بين الغربة عامة؟ كان عارف انت لو البالانس صعب جدا ده، الناس كده اللي هو لا، فكنت انت مثلا بتعمل ده ازاي؟ والله انا على قد ما اقدر كنت بحاول ان انا احافظ على حضوري في الجامعة، تمام. في نفس الوقت في شغل مش عايز اسيبه. يعني ما كنتش بشتغل غير لاجل هدف واحد، هو ان انا فعلا عايز استفاد واخد خبرة من الشغل، مش لاجل هدف تاني. فبتشوف الاولوية، تحط اولويات. طيب انا النهارده كل يوم عندك لازم يكون في بلان الصبح كده، انت كل يوم واليوم اللي قبليه بتبقى محضر لليوم اللي بعده. بكره انا تقعد كده بالليل تشوف عندي محاضرات الصبح كذا مثلا وعندي شغل، الأولوية فين؟ شوف الأولوية. لو غبت مثلا لو غبت اللي هيحصل هنا مثلا ايه اللي هيحصل؟ هتوصلني المشكلة أو حاجة؟ في ساعتها لا، لو لا يبقى ساعتها تمام. الأولوية للشغل، وهكذا. أنت كل يوم بتشوف اليوم اللي بعدها، كل يوم تحضر اليوم اللي بعدها، تشوف أولوياتك فين، تهتم بأولوياتك. أهم شيء إن الأولويات تبقى ماشية صح. بعد كده بقى أنت عايز تدلع آخر اليوم، عايز تعمل حاجة براحتك، بس إن أولوياتك تبقى في مكانها، تبقى هي دي اللي أنت محافظ عليها. ايه الحاجة اللي انت ممكن تكون دلوقتي افتقدتها او مفتقدها قبل السفر عامة؟ يعني ايه الحاجة اللي كان دلوقتي كعمر مثلا صبحي هو مفتقدها كان قبل السفر، او اللي حاسسها مش عارف انت لو هي مش موجودة مثلا؟ يعني هل في ولا لا؟ يا لا، ولو فايه هي؟ يعني في قصدك هنا في روسيا مفتقدين هنا يعني؟ في روسيا مثلا، بالنسبة يعني لمصر. الرد الرد الطبيعي يعني الطبيعي مصر. أهلي اهلك طبعا. أهلي صح. وبلدي وبيتي.
طبعا 100%. بس ده يعني احنا مش ما تخربناش يعني، ما بنرجعش، برجع كل سنه مرتين ولا حاجه. اكيد طبعا. صيف وشتاء ممكن ترجع، اجازات ممكن ترجع. لازم برضو انك لازم تتعادل زي ما تتعادل ما بين شغلك ودراستك، ولا شغلك واوقات فراغك، ونفس الكلام شغلك وعيلتك وبيتك. ايه الحاجه مثلا اللي غيرت وجهة نظر عمر صبحي عن روسيا؟ عارف انت مثلا في حاجة، لا روسيا دي تمام، دي كويسة، دي كده. زي ما بقول لك هنا الموضوع بالنسبة لنا مش صعب، زي مثلا مع أصحابي بيحكوا لي عن مثلا حياتهم في ألمانيا مثلا. موضوع أصعب كحياة، مش كنظرة الناس ليهم في الشارع، كمعاملة حتى الشرطة، معاملة الشرطة ليك كأجنبي، كعربي، كديانة مختلفة هنا لا، هنا في روسيا أنا شايف احترام كويس، بيحترموا الناس، صح؟ شايف طبعا. الرد مش عام، احنا بنتكلم كبلد، بنتكلم كأول والآخر أنت اللي بتختار الشخص اللي قدامك يحترمك ولا ما يحترمكش، بالظبط، يعاملك كويس ولا ما يعاملكش كويس. مش حاجة اسمها إن أنا يعني حد يجي يتكلم معاك بعنصرية أو بشكل وحش بدون سبب. أنت اللي بتختار، فأنت لو أنت تحترم نفسك الناس تحترمك. بالظبط، أنت تبقى محترم فكله هيحترمك. أنت بالظبط. هسألك سؤال من وجهة نظرك في البلد هنا، ماشي؟ ايه وجهة نظرك او ايه رأيك في ردك اللي هو يتجوز مثلا من روسية؟ برضو الرد مفتوح 100%. تعتمد على الشخص. ما اقدرش اقول لك حلو او المصريين كلهم حلوين، المصريين كلهم وحشين. ما اقدرش اقول لك الروسيات ينفع الروسيات لا ما ينفعش، بالعكس من كده. صح. ف100% تعتمد على الشخص. انت لازم تلاقي الشخص مهما كان، روسية، مصرية، عربية، أجنبية، انت لازم تلاقي الشخص اللي شبهك عشان تكملوا. حد مش علاقة بس راجل ومراته، علاقة صاحب بصاحبه، علاقة البنت بصاحبتها. مفيش علاقات بتكمل غير لما يبقوا الاتنين شبه بعض. انت تختار الشخص اللي انتوا الاتنين تعرفوا تقعدوا تتكلموا، تبقوا مبسوطين من الحوار وانتوا بتتكلموا مع بعض، انتوا عقليتكم شبه بعض، انتوا حياتكم شبه بعض، انتوا اهتماماتكم شبه بعض، تعرفوا تنبسطوا مع بعض، تعرفوا تخرجوا مع بعض. اي حاجه بتعملوها تقدروا تعملوها سوا وتبقوا مع بعض، يبقى هو ده الشخص المناسب ليك. روسية بقى مش تفرق أجنبية ايه بقى. بالظبط، انت لازم تلاقي الشخص اللي شبهك. بالظبط. ايه النصيحة اللي انت نفسك تنصحها كعمر للطلاب العرب عامة هنا في روسيا مثلا، او عامة الناس اللي بتسمعنا، او كأي حد مثلا مختلف كطلاب عامة اكتر يعني، كعمر كهنا في روسيا؟ والله كلام كتير كلنا بقى. بس رقم واحد يعني دي أكتر شيء مهم يعني، هو إنك تاخد بالك إن أنت فعلا كشخص، فعلا أنت واجهة لبلدك. ممكن تحبب ناس كتير في البلد اللي أنت جاي منها، وتديهم يعني خلفية قوية جدا عن البلد، بس من أسلوبك وأنت يعني فاهم. فأنت رقم واحد إن أنت تحاول على قد ما تقدر انك انت اعتبر نفسك طالما سافرت وفي غربة، يعني اعتبر نفسك سفير للبلد دي. مثلا انت اعتبر نفسك ان انت دعاية سياحية للبلد دي. هو الناس لو انت بتقول لهم مصر فهو انت وجهة مصر دلوقتي. بالظبط، انت بتتكلم بياخدوا فكرة عنك. انت اول ما بتتكلم معاهم بياخدوا فكرة عنك، مين المصري ده، فاهم؟ ايوه فاهم. انت بياخدوا فكره وانت بتتكلم معاهم، بياخدوا فكره عن البلد، ياخدوا فكره. هم المصريين بيفتكروا المصريين كلهم شبهك، فانت لو شافوك مش كويس هيفتكروا المصريين كلهم كده. المصريين كلهم مش كويسين. لو شافوك كويس صح، هياخدوا فكره كويسه، فاهم؟ يعني رقم واحد انت توصل سمعه كويسه للمكان اللي انت جاي منه، تكون وجهه كويسه، تهتم ان انت تبقى سمعه كويسه للبلد، ده رقم واحد. تاني حاجه اشتغل على هدفك يعني. بالظبط، اشتغل على هدفك طبعا. طالما سافرت، سبت بيتك، عيلتك، اهلك، ناسك، بيتك، بلدك، يبقى خلي ليها سبب يعني، ما ترجعش في الاخر ايدك فاضيه يعني. طالما سافرت وعندك هدف، تعالى وحققه واشتغل عليه بس، وخلي غربتك ليها فايدة، ليها قيمة يعني، زي ما بيقولوا. كلمة أو جملة أو كلام أيا كان هتوصف رحلة عمر صبحي
لحد الآن هتوصفها ازاي؟ والله زي ما قلت لك، غير إني مش ندمان على حاجة، الحمد الحمد لله. لله. كل اللي عديت بيه كان كل شيء كان ليه اتعلمت منه حاجة. أكيد طبعا. من بدايات الجامعة، من بدايات تعلمي للغة، من بدايات تعاملك مع جروب مختلف، ناس من بلاد مختلفة. جروب عندي كان كله ناس يعني برضو أجانب وندرس بالإنجليزي، إنك تتعامل مع الثقافة دي من صغير. يعني كان معانا في الجروب مثلا ناس من تركيا، ناس من أمريكا اللاتينية، ناس عرب، ناس من إيران. أنت عشان تتعامل مع كل واحد فيهم، كل واحد فيهم شخص مختلف. أكيد طبعا. إنك تعدي بإنك تاخد كل الثقافة دي، تفهم إن الدنيا مختلفة جدا بالشكل ده، وإن مفيش حد فيهم صح، مفيش حد فيهم غلط. انت مجرد الناس مختلفة، وممكن يبقى ده مفيد ليك وده مفيد ليك وده مفيد ليك، وتتعلم من ده حاجة مش هتتعلمها من التاني. و كفايدة الغربة، مش فايدة الدراسة، بالظبط. كفايدة الغربة نفسها. بالظبط. ليه بعدها للدراسة، للشغل، كل حاجة عديت بيها طبعا كانت الحمد ليها لله حققت فيها كل اللي أنت عايزه. خدت منها أكيد طبعا. الفايدة. بصينا لنص الكوباية المليان. بلاش الفاضي، بلاش النص كل التاني. خطوة ده مهم جدا طبعا. لأن كل حاجة فعلا وكل مشكلة تاخد منها، ممكن تاخد منها مفيد، تتعلم منها درس تتعلم أصلا منها. جديدة كده كده يعني. بالظبط، وتفهم وتاخد منها خبرة. بالظبط. كل خطوة الحمد لله كانت مفيدة عشان نوصل للنهاردة. آخر حاجة، قول لنا كده أي كلمة، أو مثلا اللي بيتفرج علينا مثلا تنصحه بإيه، أو تنصحهم مثلا بإيه؟ طبعا. موضوع كبير صح؟ سؤال مفتوح. مش بس إن خلي عندك هدف، ولكن خلي نفسك متميز. ابني لنفسك، اشتغل على إنك تبني لنفسك سكيل أنت فعلا فيها متميز، وحاجة أنت بتعملها في مجالك أحسن من، يعني أو على الأقل في الدايرة بتاعتك، في السوق بتاعك أنت متميز فيه وأحسن من الناس اللي حواليك فيها. وساعتها مش حد هيوقفك، ساعتها هتبقى مطلوب مهما كان مجالك، مهما كانت شغلانتك. تميز في مجالك، اتعب لحد ما توصل إنك تعمل حاجة بشكل فعلا كويس، بشكل فعلا متميز، بشكل فعلا صح. ساعتها محدش هيوقفك، خلاص هتشتغل وهتبقى مطلوب في السوق. مهما كان مجالك انت هتبقى مطلوب، وفي مهما كان مكانك هتبقى مطلوب، وهتشتغل في أي مكان وفي أي مكان. والله مش عارفين نقول لك ايه على الكلام الجميل. شاكر جدا وجودك معانا النهارده، وبشكرك فعلا بجد على ان انت شاركتنا كل تجربتك ورحلتك بكل صراحه من غير ادنى اي حاجه، فشكرا جدا. استنونا في حلقه جديده، نلقاكم في فيديو جديد. سلام.